اوعي تدي اي دواء من الادويه دي غير لما تسمعي الكلام ده كويس جدا. طبعا كل دواء من دول موجود في اي بيت فيه مولود جديد. طبعا كلنا عارفين السايمسكون والدينتينوكس، دول ادويه المغص والانتفاخ. اول ما هتلاقي البيبي بيعيط هتلاقي اي واحده بتنصحك وبتقول لك ابعتي هاتي له سايمسكون، ابعتي هاتي له دينتينوكس. طب اللي انتم مش عارفينه ان الدينتينوكس الماده الفعاله الاساسيه بتاعته اصلا السايمسكون، بس متضاف له شويه اعشاب عشان تزود من مفعوله اكتر شويه. يعني هما الاثنين نفس الماده الفعاله، بس الدينتينوكس اقوى حاجه بسيطه عن السايمسكون. يعني احنا كده الاثنين معانا مش فارقين عن بعض كتير. طيب انت في ايدك اصلا ان انت بدل ما تدي العلاج ويقعد البيبي بيتعذب ربع ساعه من المغص او الانتفاخ، انت في ايدك كويس جدا ان انت تدي له حاجه تعمل معاكي مفعول وقتي. اصلا هتعملي له ايه؟ عايزاكي لقيتي البيبي بيعيط، بس بشرط عياطه يكون انت عارفه ان العياط ده عياط مغص او عياط ان هو بطنه وجعاه. عايزاكي اول حاجه تعمليها ان انت تبداي له بتمارين البطن، اللي هي بتمسكي ركبته وتجيبيها على بطنه وتفضلي تحركي بيها يمين شويه او شمال شويه وتضغطي. هتلاقي وانت بتعملي له التمرين ده الغازات فعلا بتطلع. واحيانا لو عنده امساك ممكن وانت بتعملي له التمرين تسمعي صوت ان هو بدا يعمل بيه فعلا. على عكس لما هتدي له الدواء هيقعد ربع ساعه على ما الدواء يشتغل، في الربع ساعه دي البيبي عمال بيعيط من بطنه. فمعنى كده ايه؟ ان احنا يا جماعه احيانا الحل بيكون في ايدينا، بس احنا اللي بنستسهل ونجري على الادويه، في حين ان انت المفروض ان البيبي ده انت عايزه تدي الجسم وقت ان مناعته تشتغل وان الاجهزه بتاعته تشتغل بشكل طبيعي. لما احنا من بدايه اول اسبوع كده في الولاده ندي في ادويه هتلاقي البيبي خلاص اتعود معاكي على الادويه، مناعته ما اشتغلتش وجسمه ما بيشتغلش لوحده، وده طبعا حاجه احنا مش عايزينها. تاني حاجه معانا لبوس الجليسرين. طبعا احنا عارفين ان البوس الجليسرين ده بتاع الامساك. انت لقيتي البيبي بتاعك قعد يوم بحاله ما عملش بيبي، هتجري على طول تروحي جايبه اللبوسه وتديها له عشان خاطر يعمل؟ لا، البيبي لو قعد يومين ما عملش بيبي ومعاكي يومين ونص كمان مفيش اي مشكله. لقيتي في اليوم الثالث خلاص اليوم بيخلص منك والبيبي بطنه وجعاه وحاسه ان هي محجره ومش بيعمل بيبي وحاسه ان هو متضايق، وقتها ممكن تلجئي للبوس. وقبل ما تلجئي للبوس كمان عايزاكي تحاولي معاه برده في تمارين البطن زي ما قلنا، ممكن جدا تلاقيه ان هو عمل. لقيتي خلاص عملتي كل الوسائل دي ومفيش اي حاجه وما عملش بيبي، وقتها ممكن تدي اللبوس. بس ادينا مره ما نديش تاني مثلا بعدها ب3 ايام، لا اصبري عليه، لان كده غلط. ان انت لو عودتيه ان هو كل شويه بياخد لبوس جليسرين هتلاقيه بعد كده ما بيعملش بيبي غير لما بتديله اللبوس. احنا يا جماعه عايزين نخلي خطوه العلاج خطوه مؤجله، هنحل الاول بالحلول بتاعتنا، لقينا خلاص ما فيش فايده بنلجا للعلاج. رابع حاجه معانا الستال. طبعا كلنا عارفينه وبنجيبه من اول ما البيبي بيبدا ياخد تطعيم الشهرين ده، اذا ما حصلش بعد الشر سخونيه قبل تطعيم الشهرين. طيب انت دلوقتي معاكي لحد درجه حراره 37.5، وما بتيجي تجسي درجه حراره البيبي بتجسي بصباعينك هنا وتحطيها عند رقبته، مش من عند قرطه ولا من اي حته ثانيه، انت بتحطي الصباعين دول عند رقبته هنا وتحسي درجه حرارته. حسيتي ان هو دافي؟ طبعا احنا قايلين قبل كده في فيديو المستلزمات ان الترمومتر شيء اساسي معانا، فانت هتقيسي بالترمومتر، هتجيبي الترمومتر وتحطيه له برده تحت باطه وتستني شويه وتشوفي القياس. طلع معاكي 37 او 37 ونص، اكتفي بالكمادات وما تديش خافض حراره. لقيتي ان هي معديه 37، وقتها هتعملي كمادات وشويه وتدي الخافض. لقيتي ان الحراره ثابته معاكي على 38 والبيبي حرارته ما بتنزلش ولا بالخافض ولا بالكمادات، وقتها طبعا لازم نكلم الدكتور فورا. فاللي انا عايزه اوصله لك من الفيديو ده ان احنا نخلي العلاج خطوه مؤجله تماما. صحه ولادنا مهمه جدا بالنسبه لنا، اهم حاجه عندنا ان مناعتهم تشتغل، مش عايزين اي كيميكال او اي مواد كيماويه تخش جسمهم وتضرهم. علشان خاطري وعشان خاطر ولادكم حاولوا ان انتوا تخلوا العلاج ده اخر حاجه بتلجأوا لها. المغص هنعمل التمارين، الامساك هنستنى يومين ونص ل3 ايام، الحراره معاكي لحد 37 ونص هتستخدمي الكمادات، لو عدت هنبدا ندخل الخوف. وقبل ما تعملي متابعه عايزاكي ترجعي تشوفي فيديو المستلزمات اللي شارحه لكم فيه كل حاجه البيبي هيحتاجها من الصيدليه. ولو عندك اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش اللوف الجميل بتاعكم.